السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا جايه النهارده اقول لكم اوعوا تكونوا بترموا نواه البلح. حبيت الحقكم كده قبل ما شهر رمضان يخلص، كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم اوعوا ترموا نواه البلح. بجد دي كنز في البيت، ما اقدرش استغنى عنها ابدا. لازم كده اجمعها، بتنفعني في حاجات كتير جدا. وفي الفيديو ده هقول لكم كده شويه استخدامات لنواه البلح، بجد هتعجبكم جدا وهتستغربوا منها. والاهم كمان ان هي هتكون مفيدة جدا جدا ليكم، وهتندموا انكم كنتوا بترموه. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم طبعا، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي انتوا من اي بلد عشان ادخل وارحب بيكم. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كده الفيديو والحاجات اللي هنقولها مع بعض النهاردة، وان شاء الله هتفيدكم جدا جدا. الاستخدام الاول معايا لنواة البلح، هنعمل منه مشروب. المشروب ده مفيد جدا جدا، وهقول لكم استخداماته ايه دلوقتي وبيفيدك في ايه بالظبط. اول حاجة انا اجيب كده المج بتاعي وحطيت فيه كده حوالي 5 نواة من نواة البلح. تقدري تستخدمي اللي هي نواة التمر اللي هو بيكون طري، او نواة البلح اللي هو الناشف اللي احنا بنكسره وبنبله. حطيت عليها كده كام شريحة من الليمون، وتقدري كمان تعصري ليمون. انا بحط كده ليمونية شرايح وليمونية كمان معصورة عشان استفيد كمان من الزيوت العطرية اللي بتكون موجودة في قشر الليمون. وطبعا بيكون مغسول كويس جدا، وكمان نواة البلح بتكون مغسولة كويس جدا. بحط عليها معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر بالشكل ده كده. بعد كده هجيب ميه مغليه وهبدا انزل على المكونات اللي احنا حطيناها معانا في الكوبايه بالشكل ده. هغطيها كده بالميه المغليه، وبعد كده هبدا هحليها بعسل ابيض، وده افضل حاجه. لو مش متوفر عندك اشربيها كده من غير تحليه خالص، لكن مش بفضل ابدا ان احنا نحط عليها سكر، لاننا كده بنضيع الفوائد اللي احنا بنعملها. عايزه اقول لكم المشروب ده حلو جدا جدا جدا، بيرفع المناعه، بيعالج ادوار البرد، بيقوي بيقوي عندك مقاومة الجسم للأمراض بشكل كويس جدا جدا. بجد ما اقدرش استغنى عنه، خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في الحلق او في الصوت زي كده. دايما بيكون عندي مشاكل في الحلق. عايزه اقول لكم المشروب ده بجد بينقذني جدا جدا، بيخليني مهما اكون تعبانه او كسلانه او البرد متمكن مني، بيخليني ان انا اقدر اقوم واشوف ورايا ايه. يعني زي ما تقولوا كده هو بينشط كده الجسم، وبيدي كده تحفيز للجسم انه يقدر يقوم ويقاوم المرض. ولازم كمان نغطيه بغطا زي ما انتم شايفين كده لحد ما يبرد ونبدا نشربه، او يبقى دافي يعني، ونبدا نشربه وهو دافي. طبعا لما بنشربه وهو دافي بيكون افضل بكتير من لما نشربه وهو بارد، بس في كلتا الحالتين هتستفادي منه كويس جدا لو شربتيه او شربتيه لاولادك، وكمان بيساعد معاكي على الحرق. الاستخدام التاني معايا وهو في سلق اللحوم، خصوصا طبعا اللحمه اللي بتكون كبيره في السن او اللحمه الجملي. عايزه اقول لكم ان هو بيسرع جدا من تسويه اللحوم، ودي حاجه انا مجرباها من سنين، واصلا الوصفه متاخده من اجدادنا من زمان كانوا بيعملوها. دايما لما باجي اسلق لحمه، خصوصا لما اكون عارفه ان هي كبيره في السن وهتاخد معايا وقت في التسويه، لازم احط معاها كده كميه من البذور بتاعه البلح. يعني لكل كيلو لحمه ممكن احط مثلا 4-5 بذور من البلح، وبعد كده في الاخر بعد ما بتستوي بشيلها خالص. عايزه اقول لكم الموضوع بيسرع معايا جدا من التسويه. يعني بدل ما تستوي في 3 ساعات مثلا، بتلاقيها استوت معاكي في ساعتين او ساعتين الا ربع. يعني بتكون كويسه جدا، متوفر كمان معايا في الغاز. الاستخدام اللي بعد كده في سلق البقوليات، سواء بقى هسلق فاصوليا بيضه، هسلق لوبيا، هسلق مثلا فول، بدمس فول. ما اقدرش استغنى عنها في تدميس الفول، وياما عملت معاكم تدميس الفول واستخدمتها معاكم في الفيديوهات. بجد برضو من الحاجات اللي بتسرع معاكي التسويه، بتوفر معاكي وقت وبتوفر معاكي كمان في الغاز. خصوصا لو مش نقع البقوليات فتره طويله، تقدري تنقعيها مثلا ساعه واحده بس، وبعد كده لما نيجي نسويها بنحط كده 3 أو 4 أو 5 حتى. يعني الكمية مش محدودة، يعني تقدري تحطي مثلا 2 3 4 5 مفيش مشكلة. تمام. لكل كيلو كده من البقوليات مفيش أي مشكلة. يعني العدد بتاعه مش بيفرق في حاجة، هو مش بيدي طعم خالص في المية، ولا بيدي لون، ولا بيدي اي حاجة خالص. يعني مش هتحسي ان انت حطاه. الحاجة الوحيدة اللي هتفرق معاكي هي التسوية، وهتحسي ان التسوية بقت سريعة جدا واسرع بكتير من لما تحطيها كده من غير ما تحطي نواة البلح. تمام.
عايزه اقول لكم نواه البلح بجد لو قريتوا عنها هتستفادوا جدا، هتلاقوها ليها فوائد كتير قيمه جدا. وفي ناس بتعملها قهوه، بس بصراحه ما جربتش الموضوع ده، ومش بحبس حد ان هو يجربه خالص، لان مش حاجه صحيه ابدا ان احنا نحرق حاجه ونطحنها ونشربها. تمام. ده غير كده انه اكيد طعمه مش زي طعم القهوه تماما، فمش حابه الموضوع دوت. لكن لو حد فيكم جربه وعجبه يقول لي كده في التعليقات اجربه ولا لا. لكن مطحون نواه البلح، يعني نواه البلح تتحمص في الفرن وتتطحن في الكبه الصغيره بتاعه الخلاط، وبناخد بقى البودر بتاعها دوت وبنحطه على الاماكن اللي بيكون فيها تجمع للنمل او النمل، يعني عارفين ان هو بيطلع منها. تمام. بيقولوا بتمنع النمل كويس جدا، وما بتخليش عندك نمل في البيت خالص. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن كمان نستخدمها اننا نعمل سكراب لايدينا مع شوية سكر كده ناعمين، بتكون برضو حلو جدا. او نغسل بيه مثلا اسناننا مع نقطة كده من معجون الاسنان، ونستخدم البودر دي عليها ونغسل بيها اسناننا من الحاجات برضو اللي بتبيض الاسنان. ودي حاجة انا مجرباها فعلا حلوة جدا، وبديل للفحم. لو ما عندكيش فحم في البيت تقدري تحمصي كده كام نوايا من نواة البلح وتطحنيهم في الكبة، بيطحنوا بسهولة عادي جدا، وبعد كده بتستخدميهم. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير ومع الف سلامة حبايب قلبي.